مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ عملت لكم النهارده بشويه ميه وشويه قشر استفندي احلى كيكه هتاكلوها في حياتكم. جربوها ومش هتندموا، هتعجبكم قوي. بس اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وشيروا الفيديو ده عشان الكل يستفيد منه ويعمل الكيكه الجميله القمر ديت ببودره قشر الاستفندي وبشويه ميه. ايه رايكم بقى؟ حاجه بصوا الطراوه، بصوا هشه ازاي وجميله، روعه روعه روعه، بسم الله ما شاء الله، حلوه وطعمها تحفه. واعملوها وجربوا مش هتندموا. بس اذا عجبتكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد. جبت كده الخلاط ونزلت فيه بنص كوبايه زيت ونص كوبايه سكر، قولوا معلقه كمان، يعني اكتر من نص شويه. والسكر طبعا ده بيبقى حسب الرغبه. كمان برضو 3/4 كوباية مية، اللهم صل على سيدنا محمد. وبيضتين كبار، بيضتين بس. لو كان البيض كبير 2، لو كان البيض صغير شوية حطي 3. ولا حطينا لبن ولا حطينا اي حاجة، هما بيضتين. وهتشوفوا دلوقتي هنعمل الكيكة الجميلة ديت ازاي. بس زي ما قلت لكم يا جماعة ما تنسوش اللايك. يلا حبايبي انزلوا كده وحطوا اللايك. ضربت الخليط الحلو اللي شفناه ده كله مع بعضه وما حطيتش فانيليا على فكرة، لان انا هحط مكون دلوقتي مش هخليني محتاجه خالص للفانيليا. ريحته قويه بسم الله ما شاء الله. ده البيكنج باودر بتاعي اللي هو اسمه تاج الملوك، حلو برضو جدا، بيخليها هشه وجميله بجد. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيته كله. وده بقى المكون المهم جدا، ده قشر استفندي. انا كنت طحناه من السنه اللي فاتت، عملته وفي فيديو على فكرة موجود على القناة. كنت محمصاه وطحنته في قلب الخلاط، في بتاع الكبة دي بتاعة الخلاط. وبعدين نخلته بالمصفى دي برضو، ونزل لي الناعم الحلو ده. اخدته وحفظته في برطمان في قلب الفريزر. طول السنة بعمل منه احلى من احلى كيكة بالبرتقال. نزلت كده بكوبايه من الدقيق، انا عايزاها مش عايزاها خفيفه قوي، انا عايزاها سمك العادي، بس انا بحبها يعني تقيله نسبيا. فانا حطيت اول كوبايه من الدقيق، وطبعا لازم ننخلها عشان يخشها هوا وتبقى هشه كده وحلوه. اللهم صل على سيدنا محمد. نزلت بقى هي على فكره بتاخد اكتر من كوبايتين، بس انا برضو يعني بحب اعود اللي حواليا انهم ينزلوا بالدقيق شويه شويه. نزلت الاول بنص الكوبايه التانية، يعني الاول بالكوبايه الاولانيه وبعدين بنص الكوبايه التانية، وبعدين هحط النص التاني دلوقتي، وبعدين هلاقيها محتاجه كمان معلقتين دقيق، بس يمكن معلقتين ما ظهروش قوي في التصوير. نزلت بالنص التاني اهوت وعملتها، كان قوامها حلو، بس انا زي ما قلت لكم بحبها تقيله نسبيا. شايفين؟ والله حاجة روعة اقتصادية جدا، ولا حطينا لبن ولا حطينا زبدة ولا حطينا أي حاجة. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده، زي ما شفتها في أول الفيديو، هشة وتحفة وجميلة، مش مكلفة. هما بيضتين وهما شوية بودرة القشر الاستفندي ده. وهو دلوقتي الاستفندي بقى ملا السوق. اعملوا كده، خدوا القشر وحمصوه شويه كده في الفرن، واضربوه في الكبه واحفظوه عندكم طول السنه في قلب التلاجة. كده برضو انا حسيتها خفيفه شويه، بعد كده تقل لا كده انا كنت معلش نسيت، كده انا كنت تقلتها بالدرجه اللي انا عايزاها. حلوه يعني، قوامها حلو، مش تقيله قوي، يعني قوامها حلو. بس بعدين بنخبط الصينيه كده خبطتين. اللهم صل على سيدنا محمد. وانا كده مسخنه الفرن، دخلتها الفرن على درجه 180 ومن غير ما اشغل الشوايه. والله هي بسم الله ما شاء الله طلعت زي ما انتم شايفين كده. وطبعا اختبرتها لقيتها زي الفل تمام. حاجه روعه. ايه رايكم في السهوله والبساطه وقله التكاليف؟ يعني اقتصاديه جدا جدا جدا. تنسوش اللايك يا حبايبي، وخدوا جوله كده في القناه، والله الحاجه هتعجبكم. بسم الله ما شاء الله، بجد بجد حلوه ما شاء الله. بصوا شايفين؟ روعة ما شاء الله، روعة، وطعمها أروع وأروع. واستنوني إن شاء الله في طبق تاني، وتصبحوا على ألف خير.